تسلم ايديك يا ماما، الاكل طعمه حلو جدا. بالهنا والشفا يا هاني يا ابني. بس يظهر خطيبتك ياسمين مش عاجبها الاكل. مين قال كده يا طنط؟ بس امال مش شايفاكي بتاكلي يعني؟ ابدا يا طنط والله، انا بس ما بحبش اتقل في العشاء. ما احنا كان نفسنا يا بنتي يكون غدا، بس نعمل ايه بقى في مواعيد المكتب اللي بتشتغلي فيه، الا حتى مالك يوم اجازه ونعزمك فيه. الظروف صعبه قوي يا طنط، وانا اولى بكل قرش. بس يا حبيبتي ده كده تعب عليكي، وبصراحه انا معترض على كده. والنبي تسكت يا هاني، ده انا حارمه نفسي من يوم الاجازه وبرضه مش ملاحقه. طبعا مش بنت على وش جواز ولازم تجهزي نفسك، واديك شايف يا هاني ابوها على قده ومشايلها حمل اخواتها معاه. انا شبعت الحمد لله، هسبقك على الصالون يا هاني. ماشي ماشي يا حبيبتي. كان لازم يعني يا ماما السيره دي على الاكل؟ هو انا يا ابني غلطت ولا غلط؟ مش هي دي الحقيقه؟ مخطوبين بقالكوا سنه وشويه وما شفناش حتى جابت معلقه في جهازها. ويا فرحتي بس خاطب ايه محاميه وبتشتغل في مكتب كبير. ما كانلوش لازمه الشاي يا هاني، بصراحه انا اتاخرت ولازم اروح. نشرب الشاي وانزل اوصلك على طول. ياسمين يا حبيبتي انتي حزينه كده ليه النهارده؟ ما هو النهارده اصعب من امبارح، وبكره اصعب واصعب يا هاني، وده الواقع بتاعنا وعارفينه وعايشينه. لكن مرور الوقت والعمر بيخوف وبيفرض علينا سؤال يا هاني. سؤال ايه يا ياسمين؟ هي هتفضل كده؟ هتفضل من اصعب لاصعب ونفوق نلاقينا دايسين احلامنا الجميله؟ بكره عمال يقرب، والسنتين اللي حددناهم ليوم جوازنا فضل لهم شهور بس يا هاني. هو يعني فرض يا ياسمين؟ اهو نستنى كمان كام شهر. حبنا يا ياسمين هيصبرنا ويهونها علينا. طب ومامتك بقى ايه اللي هيصبرها لما تلاقي شهور بتجري ورا شهور وابنها ما اتجوزش؟ استني يا حبيبتي، انا هفتح لك باب الاسانسير احسن بيعلق. اتفضلي. ايه ده الاتنين دول بيتخانقوا ليه يا هاني؟ ده المعلم صلاح صاحب العماره بيتخانق مع اولاد الحاج فضل اللي ساكن في الدور الارضي. بقى دي حاجه تخنق. روق يا معلم صلاح. والله انا زهقت يا استاذ هاني، وشكلي هرتكب جنايه مع الناس دول. لا يا معلم، ده المرحوم ابوهم الحاج فضل الله يرحمه ساكن عندك هنا من 20 سنه. ما قلناش حاجه وربنا اختار، ومن باب الذوق وعشان العشره زي ما بتقول استنينا على اولاده بعد 40 بشهر. مش يستذوقوا بقى ويوروني عرض كتافهم وشقتي ترجع لي. اهدى بس يا معلم، ولو تسمح تفهمني. مساء الخير الاول. مساء الفل والياسمين. معلش لا مؤاخذه، دخلت زي المدب كده، لا سلام ولا كلام. يا اهلا يا ياسمين يا معلم، خطيبتي ومحاميه على فكره. يا محاسن الصدف محاميه، الله اكبر. طب يا راجل مش تقول كده بالصبح؟ حصل لنا الشرف كله يا استاذه. الشرف ليا يا معلم صلاح، ويا ريت بقى تفهمني العلاقه القانونيه اللي كانت بينك وبين المرحوم فضل كانت عباره عن ايه؟ انا هفهمك العلاقه. طيب. المرحوم فضل كان مأجر ايجار قديم. طب بص يا معلم، القانون هنا بيقول ان المسكن بعد وفاه مستاجره الاصلي يكون لوارث واحد فقط، وبشرط انه يكون اقام معاه في الشقه لمده سنه على الاقل قبل الوفاه. لا استني بقى لحد كده، واستني يا هانم. انت بسم الله ما شاء الله بتقولي كلام كبير قوي. انا عاوز بقى لا مؤاخذه افنطه كده واحده وافهمه متفصص. بقول ايه، انتوا اتفضلوا معايا على المكتب نعمل الواجب ونكمل الاستشاره القانونيه. الو. ايوه يا هاني. الو. ايوه يا ياسمين، انت فين يا حبيبتي؟ انا جيت هنا في المكتب عندك وما لقيتكيش. انا رايحه الشهر العقاري مع صاحب قضيه هيعمل لي توكيل. طيب يا حبيبتي، خلصي وكلميني. ماشي يا هاني، سلام. احسن برضو انك ما قلتلوش انك في عربيتي. اقصد يعني انك ما قلتلوش ان انا صاحب القضيه اللي هيعمل لك التوكيل. طب واحسن ليه يا معلم صلاح؟
طب ما تقولي لي انت الاول، ده مؤاخذه يعني، انت كدبت على هاني ليه؟ مش عارفة، بجد بجد أنا مش عارفة. تصدقي انا كمان مش عارف نفس اللي انت مش عارفاه. الله على جمال المكان هنا وهدوءه، روعة. ما تتخيلش يا معلم صلاح أنا نفسيتي ارتاحت قد إيه في الكازينو هنا. انا كمان كل ما سكان العمارات بتاعتي او موظفين المصنع يخنقوني بمشاكلهم اقوم رامي نفسي في عربيتي ودايس بنزين وعلى المقطم هنا ودغري على الدور الفوقاني ده، يعني اعلى حته فيك يا مصر. بس أنا ملاحظة إن محدش غيرنا قاعد هنا في الدور الفوقاني ده، لازم عشان انت زبون مهم عندهم بيفضوا لك المكان. لا لا ابدا يا استاذه، ده بس عشان انا صاحب المكان. ايه الكازينو ده كله بتاعك يا معلم؟ ايوه، والفيلا اللي هناك اللي فوق سطوحها برج المحمول دي كمان يا استاذه بتاعتي. والله ما حد استاذ غيرك. الله، انت هتفضل قاعد لي مهموم كده يا هاني؟ هو اللي خلق ياسمين ما خلقش غيرها؟ ومالك بتقوليها كده يا ماما زي ما نكون خلاص سيبنا بعض؟ امال بتسمي اللي انتوا فيه ده ايه؟ واحدة ما بتردش على تليفوناتك وتروح لها شغلها تتهرب منك، والوقت بيجري وابوها لا بيصد ولا بيرد. نفسي اعرف سبب التغيير المفاجئ ده. انا هتجنن. سلامتك من الجنان يا ابني. الله، صدقني دي رسالة ليك بالمحسوس كده ان كل واحد يروح لحاله. طب والحب يا ماما؟ الحب، انت نسيتي قبل ما نتخطب كان بينا قصة حب لمدة 3 سنين؟ نسيتي يا ماما؟ نسيتي؟ لا، ناس تانية هي اللي نسيت يا هاني. وبعدين انا يعني مش عاوزة اقول اللي سمعته، وبقول خلاص الله يسهل لها بقى، بس تبعت لنا شبكتنا ومتشكرين لحد كده. ايه هو اللي سمعتيه يا ماما؟ اتكلمي بالعربي كده يا ابني. ساعات مرات البواب لمحت لي كده بحاجة بين ياسمين والمعلم صلاح. إيه؟ وبتقول كمان بيفتح لها مكتب محاماة باسمها وهيتجوزوا. ياسمين والمعلم صلاح؟ لا، ده مستحيل. اقسم بالله ما هسمح لمخلوق ياخدها مني ابدا ابدا. ازيك يا مدحت يا مزين؟ الله 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 الله، ايه ده يا معلم صلاح؟ انت مش هتبطل كلمة مزين دي؟ ليه يا اخويا؟ انت هتستعر من شغلتك ولا ايه؟ انت مش حلاق ولا انا بفتري عليك؟ بس خلاص يا معلم، لا في حد دلوقتي بيقول مزين ولا حلاق. اسمها كوافير رجالي. وان شاء الله الكوافير ده سيادتك بتعمل فيه ايه للرجاله؟ مش برضه بتحلق لهم وتظبطهم؟ يعني بتزينهم؟ تبقى مزين ولا لا؟ ماشي، مقبولة منك عشان بعزك وخيرك عليا. ها، امرني يا كبير. بقول لك ايه يا مدحت، في واحده مطيره النوم من عينيا. بس يبقى عندك راندوفو وعاوزني اظبطك. يا اخي انت صحيح مزين لكن نبيه، خلي بالك ده مش راندوفو عادي، لا ده رسمي. انا رايح اقابل البابا بتاع هي ونتكلم في تفاصيل الارتباط. الارتباط. طيب يا عم الف مبروك. ها، ميعاد المقابلة الساعة كام؟ الساعة 8، يعني انت تكون عندي الساعة 6 بالظبط. سلام يا مزين. ينفع كده يا ياسمين؟ ابقى خطيبك وعشان اشوفك استناكي قصاد بيتكم وانت راجعه من، يا ترى اقول من شغلك ولا من مع المعلم صلاح؟ هاني انت وحشني قوي بجد، وحشني. ليه بتعملي كده يا ياسمين؟ انا تعبان ومحتار. مش اكتر مني يا هاني، لكن هاني انا عاوزه اقول لك. ايه ده ياسمين؟ انت مش لابسه الشبكه؟ قلعتي شبكتي يا ياسمين؟ لاني قررت انا ما تاخدناش الدوامه، وزي ما قلت لك هنفوقني لقينا دايسين احلامنا الجميله، وبعد فوات الاوان قررت امد ايدي واخد من الزمن اكتر ما ياخد مني. قررت قبل ما ياخد عمري
اخد سعادتي. سعادتك دي في المال بس يا ياسمين؟ للاسف ايوه، واحسبها وهتعرف ان كل اللي نقدر نعمله في ظروفنا دي اهو. ايه ده؟ الدبلة والمحبس بتوعي؟ ايوه يا هاني، دبلة ومحبس وخطوبة عائلية على الضيق، وبعدها هات خناق ومشاكل، وعمر بيجري في الاخر برضه متفارقين. صدقني انا الصح. انت الغلط يا ياسمين، وانا مصمم عليها وهفضل اقولها. في كتير غيرنا ظروفهم اسوأ مننا، لو بصينا لهم هتهون علينا ظروفنا. ياسمين انا كنت جاي اقول لك ان لقيت جزء من الحل. ايوه انا لقيت شغل بعد الظهر، وكمان في مكتب محاماه كلمته عليكي ومستعد يديلك مرتب اكبر من اللي بتاخديه. صدقيني اخواتك هم اخواتي، ومن عينيا هساعدك في مصاريفهم. بس بلاش اختك الصغيره تتعلم منك انها بدل ما تدور على حلمها بالحب تدور على اللي زي المعلم صلاح وفلوسه. الو، بوليس النجدة، انا مدحت يحيى عبد الله الكوافير. انا جيت لقيت المعلم صلاح زبوني مقتول في اوضه نومه. اكتب يا ابني: الجثة لرجل في بداية الخمسينات، ملقاة على وجهها بأرضية غرفة النوم، وهناك جرح بالرأس وآثار للدماء بحرف التسريحة. محتويات الغرفة في حالة بعثرة، مما يوحي بحدوث مقاومة أو مشاجرة بين المجني عليه والجاني، وهناك كذلك ضلف الدولاب مفتوح. أنا يا بيه مدحت الكوافير اللي بلغت عن الحادثة. أنا يا باشا كان بيني وبين المرحوم المعلم صلاح ميعاد الساعة 6 علشان يعني أحلق له شعره. وهو ليه ما يروحلكش الصالون بتاعك؟ لا، ما هو المرحوم متعود من زمان على كده، بيحلق في بيته. وبعدين يا مدحت كمل. لما وصلت لقيت باب الشقة مفتوح، قمت داخل ما لقيتوش في الصالة، ولمحت باب أوضة النوم مفتوح ورجلين المرحوم باينة على الأرض. دخلت لقيته مرمي على الأرض يا بيه زي ما حضرتك شايف كده، ودمه سايح. أنسة ياسمين، يا ترى أنت متعودة تزور القتيل في بيته ولوحدك؟ لا أبدا. غريبة. وإيه اللي خلاك تزوريه النهاردة بالذات وتقتليه؟ لا أنا ما قتلتوش، والله ما قتلته. أمال إيه اللي خلاك تزوريه لأول مرة في بيته ولوحدك؟ أنا ما هو طيب أنا هقول لسيادتك الحقيقة، هصارحك. يا ريت. هاني خطيبي جالي واتكلمنا، وما اقدرش اصور لك كلامه دبحني واثر فيا قد ايه. وكمان انا بحب هاني والله، بس الظروف صعبه قوي. المهم اني لقيتني باخد قرار بقطع علاقتي بالمعلم صلاح، وقبل اي حاجه لازم امنعه انه يجي يقابل بابا النهارده زي ما كنا متفقين. ايوه لازم اواجهه وامنعه انه يجي عندنا، لازم. وليه ما بلغتهوش ده بالتليفون وخلاص؟ ما انا اتصلت بيه لكن تليفونه كان مغلق. وبكده اضطريت تجيله. ايوه، وعمري ما تخيلت اللي يحصل منه. كان غريب وعنيف جدا لدرجه انه ما خلانيش اكمل كلامي. لقيته بيهجم عليا ويمسكني، جريت ويا دوب وصلت لباب الشقه وبفتحه، لكن هو لحقني وشدني على اوضه النوم، لكن اتكعبل وقع على الارض بيتقلب، وجريت وخرجت من الاوضه من الشقه كلها والله. واحد من الجيران يا هاني شهد انه شافك وانت خارج بتجري من شقه القتيل. ما انا فعلا نزلت له، انا مش هنكر، لكن انا ما قتلتوش صدقني. امال نزلت له ليه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ انا صحيح فكرت اني لازم انتقم منه ونزلت له، لقيت باب الشقه مفتوح وهو مش موجود في الصاله، ولقيت باب اوضه النوم مفتوح ودخلت. استنى عندك لحظه، يا ريت تركز عشان تقول لي القتيل كان فين بالظبط وقتها وبيعمل ايه. هو كان قاعد على السرير وماسك رجله وبيتألم. وبصراحه انا بمجرد ما دخلت اندفعت ناحيته ومسكت فيه وانا بصرخ واقول له حرام عليك حرام عليك، وبعدين ضربته
لا 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 لا، قصدي هو حاول يضربني بالمقص لكن وقع. ايوه وقع ودماغه اتصدمت بحرف حاجه، انا مش عارف هي ايه بالظبط، لكن انا سمعت الخبطه وسقط على ظهره وهو بينزف بصراحه انا اترعبت وخرجت اجري. التقرير يا باشا. هات يا امين مصطفى. التقرير بيأكد عدم وجود بصمات على ضرفة الدولاب غريبة، ده بيأكد كمان ان الوفاة كانت نتيجة الخنق. كده التحقيق انتهى وانا عرفت الجاني هو. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجاني لقى كل الملابسات جاهزة لبراءته مقدما وتقديم جاني تاني بريء. الجاني وصل لقى مسرح جريمة معد تماما ومش ناقصه إلا جاني. باب الشقة مفتوح وباب أوضة النوم كمان مفتوح ومجني عليه جاهز وواقع غايب عن الوعي. مش كده برضو يا مدحت باشا؟ ها؟ أنا يا باشا أنا اللي بلغت عن الجريمة يعني هقتل وأبلغ عن نفسي؟ لا يا مدحت، أنت بلغت عن جاني تصورت إن كل الملابسات هتكون ضده. هو أنا يعني كنت هعرف منين يا باشا؟ أيا كان، أنت يا مدحت وصلت للقتيل بعد زيارة ياسمين وهاني ليه، بدليل إنك لقيت باب الشقة مفتوح. طب ما انا قلت كده ودخلت ما لقيتوش في الصاله ولقيته مرمي في اوضه النوم على وشه ودمه سايح، رحت مبلغ. لا يا مدحت، انت دخلت لقيت القتيل مرمي على الارض صحيح، لكن على ظهره مش على وشه يا مدحت، والدم كان من الجرح اللي سببه اصطدام راسه بحرف التسريحه الازاز اثناء خناقته مع هاني. وهاني اكد ان القتيل وقع على ظهره يا عم مدحت. على وشه ولا على ظهره؟ اهو لقيته قتيل وخلاص. ما كانش قتيل لحظة ما دخلت عليه يا مدحت، كان مغمى عليه فقط، وده اللي انت اتأكدت منه. وقتها الشيطان رسمها لك ووسوس لك بيها، فقال لك ليه ما تكملش عليه بالخنق. طب وليه؟ هقتله ليه يا باشا؟ انا هستفيد ايه من قتل زبون عندي؟ هتستفيد باللي في دولابه وجيوبه يا مدحت، فلوسه ومجوهراته اللي يمكن صحيح ما كنتش تعرف قيمتها بالظبط، لكن على الاقل واثق ان في دولابه وجيوبه كتير. وده اللي حصل يا سمدحت. لا 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 لا، اللي قتل المعلم صلاح الجروح اللي كانت في دماغه يا باشا. ايوه ده نزف كتير قوي. ما قلنا بقى ده اللي صورهولك خيالك، انما تقرير الطب الشرعي اثبت ان القتيل كان على قيد الحياة حتى بعد اصطدام راسه بحرف التسريحة، والى ان تم خنقه بعد ذلك. ووجوده ووضعه ارضا على ظهره سهل لك عملية خنقه يا مدحت. وبعدين قلبت الجثة على وشها في حركة تلقائية فطرية منك، وكأنك بتبعد فكرة القتل بالخنق. طب ولو انا اللي قتلته زي ما حضرتك بتقول كده، فين بقى الفلوس والمجوهرات اللي حضرتك بتقول عليها؟ ايوه اهو ده بقى كان اهم دليل عليك. انت يا سمدحت بعد خنقك للمعلم صلاح فتحت الدولاب وخدت علبة المجوهرات والفلوس ودستهم في شنطة العدة بتاعتك، ونزلت تجري وخبيت العلبة في عربيتك المركونة جنب العمارة، وطلعت تاني بسرعة للشقة وبفوطة من شنطة عدتك مسحت كل بصماتك من على الدولاب، وبعدين بلغت البوليس. يعني انتوا ايوه يا سمدحت، ضبطت المجوهرات والفلوس في عربيتك. خدوا يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك.